عاجل. من داخل اجتماع كونغرس الفيفا بسبب التحويلات البنكية بين إيتو وجسامة، أنفانتينو يستبعد الكاميرون. عاجل وبالفيديو. اجتماع طارئ لكونغرس الفيفا بسبب تسريبات التحويلات البنكية بين سامويل إيتو والحكم بكاري جسامة، وأنفانتينو يصدر قرارا يسعد كل الجزائريين. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمنتخب الجزائري اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا. بعد التطورات الأخيرة وكشف المؤامرة التي فعلها سامويل إيتو مع الحكم بكاري جسامة وتقديم رشوة له ب100,000 يورو، هذا الذي كشفه البنك الذي تمت فيه عملية التحويل. وعلى إثر هذه الرشوة التي هزت كيان الفيفا، نشر موقع لوزيرنا السويسري من داخل الفيفا عن اجتماع كونغرس الفيفا صباح اليوم من أجل تداعيات هذه الرشوة. ونقل المصدر أيضا أن رئيس الفيفا أنفانتينو مستاء جدا من هذه المؤامرة، وقال يجب معاقبة سامويل إيتو والحكم بكاري جسامة بالاستبعاد مدى الحياة من الحياة الرياضية، وأيضا استبعاد الكاميرون من كأس العالم ليحل محله المنتخب الجزائري. وقال المصدر أيضا أنه سيتم الإعلان عن هذا القرار في 21 من الشهر الجاري بشكل رسمي ونهائي. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب الجزائري اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.